صباح الخير أو مساء الخير على كل مشجعي النادي الأهلي في كل مكان في العالم. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل مواجهة مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. ولكن في البداية متابعينا الكرام، يا ريت تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نتابع حلقتنا. يستهل النادي الأهلي مشواره بمرحلة المجموعات بالفوز على ميديام الغاني السبت الماضي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء، وهي نفس النتيجة التي حققها فريق شباب بلوزداد على يانج أفريكانز. ويتقاسم الأهلي وبطل الجزائر قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يأتي فريق ميديام الغاني ويانج أفريكانز التنزاني في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط. جدير بالذكر إن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعدما استطاع تخطي عقبة الوداد المغربي بالفوز ذهابا هنا في القاهرة بنتيجة 2 مقابل هدف، والتعادل إيجابيا في كازابلانكا هدف لكل منهما. أما عن موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت القادم والموافق 2 من شهر ديسمبر الجاري في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتنقل المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة و7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة من الأميرة السمراء رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميديام الغاني. أما عن القنوات الناقلة، تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز يوم السبت القادم على الملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية. وتمتلك مجموعة شبكة قنوات بين سبورتس القطرية جميع حقوق البث المباشر لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك كأس الكونفدرالية خلال الموسم الجاري داخل منطقة الشرق الأوسط. وبكده متابعي الكرام نكون نهاية حلقتنا. يا ريت تتوقعوا معانا نتيجة المباراة في الكومنتات تحت، وانتظرونا في الحلقة القادمة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.